السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معكم ايمان طه من قناة اطبخها بسهولة. النهاردة هعمل معاكم كيكة من اروع الكيكات اللي ممكن تعملوها في حياتكم. النهاردة هعملها بمقادير مظبوطة، هتطلع معاكي الكيكة هشة وطرية بتدوب في البق دوبان. وهعرفك ايه هي اسرار نجاح الكيكة، وهي العوامل برضو اللي ممكن تخلي الكيكة تهبط منك وما تنفش وما تكونش طرية وهشة زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله، كيكة البرتقال من الكيكات المميزة اللي ريحتها بتجيب اخر الشارع. هتعمليها بمقادير مظبوطة، لو اتبعتي معايا المقادير خطوة بخطوة هتطلع معاكي هشة وطرية، ومكوناتها موجودة في كل بيت. هتخشي المطبخ بمجرد ما تبدأي فيها، هما 5 دقايق بالظبط هتكون الكيكة خالصة معاكي. وهعرفك ايه هو بديل البرتقال لو احنا في فصل الصيف ومفيش برتقال، تحطي مكان البرتقال ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. متنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة واتم السلام. معانا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، معانا كوباية الا ربع من الزيت، كوباية من السكر، كوباية من عصير البرتقال، 3 اكياس من الفانيليا. هنحط البيض عليهم كوباية السكر، عليهم 3 اكياس الفانيليا، ومعانا معلقة كبيرة من الخل، ومعانا كمان قشر برتقانتين. بناخد الطبقة الخارجية فقط، ما بناخدش الطبقة البيضة دي علشان ممكن تمرر مننا الكيكة، بس بنبشر الطبقة الخارجية بشر برتقانتين بنحطهم برضو مع البيض. مع اول سر من اسرار نجاح الكيكة معاكي ويخليها هشة وطرية، الخل. هنحط معلقة كبيرة من الخل، كمان اول خطوة منها ان هي مش بتخلي اصلا زفارة للبيض نهائي، وبرضو قشر البرتقال بيودي زفارة البيض. معانا معلقة كبيرة من الخل. هنخلط كل المكونات دي مع بعضها في الخلاط لحد ما يندمجوا كويس جدا ويتجانسوا مع بعضيهم لمدة لا تقل عن 4-5 دقايق. هنا بعد ما ضربناهم في الخلاط هنحط عليهم عصير البرتقال، ونحط ربع كوباية من المية، ونرجع تاني نضربهم في الخلاط. هنا ربع كوباية من المية، ولو عندك لبن ممكن نحط ربع كوباية من اللبن، خليها برضو هتزيد من القيمة الغذائية ليها. معانا 2.5 كوباية من نفس المج اللي خدنا من الزيت والعصير البرتقال. هناخد 2.5 كوباية من الدقيق، اهم حاجة نكون نخلينه كويس جدا. معانا نص كوباية من النشا. ده تاني سر من اسرار نجاح الكيكة اللي هيخليها هشة معاكي وطرية. عليهم كيس كبير من البيكنج باودر. هنا بعد ما خلطنا خليط الكيكة كويس جدا هنبدأ نحط عليه الدقيق شوية بشوية علشان ما يكلكعش مننا. هنضربه بالمضرب اليدوي. هنا في هنحط على الدقيق ده رشة ملح صغيرة جدا، نسيت اقول لكم عليها. لازم ندمج المكونات مع بعضها، الدقيق مع النشا مع البيكنج باودر. ايه هي بقى العوامل اللي ممكن تنجح اللي تخلي الكيكة تفشل معاكي؟ ان احنا ندخلها على درجة حرارة عالية، دي حاجة. ان احنا نفتح الفرن قبل ما تستوي، دي ممكن تهبط منك الكيكة. ايه تاني؟ ان احنا دي معانا صينية بنمسحها بمسحة زيت بسيطة وهنعفرها بعفر الدقيق.
ايه تاني اسباب فشل الكيكه؟ ان احنا نسخن الفرن قبلها بفتره. الكيكه بتخش على درجه حراره 180. نولع الفرن قبلها ب3-4 دقايق، 5 دقايق بالكتير، ما يزيدش عن كده، 5 دقايق قبل ما ندخلها الفرن. بنحطها على الرف اللي في النص على درجه حراره 180. ما بنولعش الشوايه، بنولع من تحت بس تستوي من تحت. لو وشها محمرش، لو عندك مروحه في الفرن نشغل مروحه. لو وشها محمرش بنضطر ان احنا نولع الشوايه في الاخر خالص. ما بتاخدش دقيقه او دقيقتين بالكتير بيكون وشها احمر. نطفي عنها ونبدا نشربها بصوص البرتقال. لو عايزين صوص البرتقال هتلاقوه موجود في اللينك القناه من تحت في التعليقات، في صندوق الوصف ان شاء الله هنزل لكم كيكه البرتقال، صوص البرتقال. هنا لازم نخبطها علشان تطلع معاكي ما فيهاش هوا من جوه، لازم نخبطها. يفضل اخبطيها على الارض كذا خبطه، يعني 3-4 خبطات ورا بعض علشان تطلع كل الهواء اللي فيها. هنا بعد ما طلعناها شربتها بصوص البرتقال زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. الكيكه هشه وطريه وما شاء الله طعمها وريحتها يجيب اخر الشارع. ومجرد ما تطلع معاكي من الفرن هتخلص وتدوب في البق ذوبان. والله العظيم طعمها تحفه. لو جربتيها ما تنسيش تدعيلي وتكتبي لي رايك في التعليقات. زي ما انتم شايفين كده انا رشيت الصوص على الوش. صوص البرتقال ده بيديها طعم خرافه. ده زي ما شفتوا كده يا حبايبي، ده صوص البرتقال. ولو انتوا اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وبرضو لو جربت الطريقه بتاعتي وعجبتك تقولي رايك في التعليقات. واللي عايز اي وصفه يكتب لي برضو في التعليقات وانا هعملها لكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.